حلم شلتك الروح من اول صباي. حلم شلتك الروح من اول صباي، خلص من دق مصورة على الحياطي. تعالوا وياي نرحب بالحبيب والمبدع الاستاذ محمد رشيد، حياك الله. للها نياب بضلوع سنة لها وبسيطة بسيطة. ما قدرت لها. سألوا لها جروح شفاك ما كانها سنة لها، تقول من القماط تعيش بيه. شعر لسانه ابشط من السيف. لان باكر احنا محاسبين، قفوهم انهم مسؤولون، باكر احنا يحاسبوننا. نعم. وين كنتوا؟ نعم. ان كانت اكو ثغرات واكو هفوات فلازم ندافع. انت تخاف؟ اتمنى اقعد يوم العيد القى امي حتى اعايدها. الله. يعني انا الوحيد اللي عايد امه ثاني يوم العيد. امنية عندك ما تحققت؟ كتبت قصيدة تقول عيد الناس يفرق من يجي العيد، بورد يستقبلونه وطيب خاطر. نعم. نصعيد امي يكسر خاطر العيد من تخبج حزينة على مقابر. لا تعاشر بشر صدقانه جافيته، ولا تماش بني ادم ذيب تربيته. ماشي الطبع يستر ما يكشف عيوب، مثل طبع الخيوط الفتك خافيته. ولا تستعجل بكل شي الصبر مريود، عيش ايوب واصبر على الحبيته. الخابط خله يركد يصفى ويشرب ماي، وتعب المناشد وجن بخيته. ولا تقمز بساع السطح بالبايات، ربك مو بيوم منكتمل بيته. الحنين تعرفه من الطردة ويمر بيك، القطع بيا وجه لو حكى بحنيته. ربك يرزق الإنسان عن نيات، ما ينطل رزق للما صفت نيته. اطلوق الغيم مطره ومن تجيب تموت، مثل عمر الضباب الشمس ناهيته. السبحة اش تسوى من تطيح الشاهود، يموت الموقد من تشيل جمريته. الما يعرف يسابح شلب طبت الماي، ومن يغرق يقوم يعاتب بريته. يعجبني الكرمها وهو عايش عوز، ما هم الفقر من كرم خاتشيته. يغرف جاب عمره ويكرم الناعور، حاتم مات بس ظلت عزوبيته. الما بردت قهوته وبابا ما مسدود، على ياساس جاي تخرب بصيته. مساكم الله بالخير والعافية متابعينا الأحبة، متابعين برنامج جرف الشاعر منصة خليك إيجابي. اليوم حلقتنا مميزة وجميلة بجمال ضيفي من المدينة، هاي الولادة بالشعراء والشهداء والرجال. تعالوا وياي نرحب بالحبيب والمبدع الأستاذ محمد رشيد، حياك الله. الله يحييك استاذ حسين. يا بعد عمرك. شكرا لك على هاي الدعوة. أنا الحقيقة ما أتمنى لك النجاح، لأن أكيد راح يكون برنامج ناجح بوجود مقدم وكادر مثل هذا الكادر، لكن أتمنى لكم الديمومة. يا بعد عيوني. شكرا لتلبيتك لهاي الدعوة أستاذ محمد. احنا الصراحة مشتاقين لك ومشتاقين لابداعك، وهاي فترة ما اعرف مختفي، ما ادري ما جاي تصير قدامي. والله مقاتل. لا موجود. كثرة المهرجانات ومسابقات أكون بها أنا عضو لجنة ورئيس لجنة. نعم. أخذت مني مأخذ صح كبير، لكن أنا موجود بالساحة الشعرية، متواصل بين أصدقائي وأقراني. نعم. المهرجان موجود، لقاءات يعني. هو أحكي لك عن لقاء، آخر لقاء إيش قد صار له؟ برمضان. ها؟ إيه. حلو. إيه بس أنت ما تتابع. أنت مو خير متابع لي. كنت ضيف قناة الآي نيوز، حسام البهادلي. نعم. برنامج رائع، تحياتنا له. مقدم رائع مثل حضرتك. فدوى أروح لك. محمد، الشعر هواية لو مهنة لو قدر؟ لا، الله عز وجل من يخلق الإنسان يخلق شاعر، أول ما يخلق شاعر. كل شيء بالحياة كسبي إلا الشعر. جميل. الله عز وجل بذرة يخلقها بداخلك. صح. لكن إيش يحتاج لها؟ يحتاج لها مناخ سقل. مناخ والسقل على الغير، لكن الإبداع علينا احنا. عندي أحد قصايدي بيتي يقول أقلهم موهبة قلوا لتعلوم، الدليل هواي راحت بالخسائر. الله. يعني أنت تشوف الشاعر التعلوم اليوم فترة ويختفي، حالات يعني شلون حالة لها وقت تروح. الشاعر قائد. ذكر انه كان نابليون
إذا احتل مدينة يوم قادتها يجيبون الشعراء فيعدمهم بأكملهم، يقول له ليش؟ يقول لهم من لسان هؤلاء تبدأ الثورات. الله. الشاعر قائد، والقيادة مو كسبية إلهية. الشاعر لسانه أبشط من السيف؟ طبعا أكيد، من ضروري الشاعر يكون لسانه أبسط من السيف. أنا أكره الشاعر المجامل. ها؟ إيه. بس مو أحيانا مريودة؟ يعني المجاملة مريودة ليش؟ احنا ما عندنا نقاد أستاذ حسين. هاي الموطن الكبير، موطن الشعر الشعبي، يخلو من النقاد، موطن بلا حراس يلعب بيه من هب ودب، فلازم نكون احنا حريصين عليه، لان باكر احنا محاسبين، قفوهم انهم مسؤولون، باكر احنا يحاسبوننا. نعم. وين كنتوا؟ نعم. ان كانت اكو ثغرات واكو هفوات فلازم ندافع، وهم صح. اكو اجيال بعدنا، احنا مثل ما انتظرنا مثلا عريان السيد خلف رحمه الله على روحه، سمير صبيح، من كانوا جسر نقلنا للضفه الاخرى، لازم اكو اجيال ورانا نكون جسر ننقلهم. فاذا كنا راينا مجامله راح اكيد راح نخذلهم وما راح نقدم. حكايتك ذهب. نسمع شيء دخوليه الحلقه. دخوليه الحلقه. حلم شلتك الروح من اول اصبعي. حلم شلتك الروح من اول اصبعي، خلص من دق مصوره على الحياطين. الله. الغثتني النهايه الغيره ودوك، رحت ما قلت هذا يموت بعدين. جميل. خذوك الغير يا راويتني الموت، وهلاهلهم خذت دور السكاكين. الله. بضلعه تلقى كل طعنه من الافراق بلحظه وتقعد بوجه النياشين. الله الله. البعد وياك يبدي من اول ايام، البيهن شافتك يا الماخذ العين، ترافت ورد عدك والهوى يغار، منك هالقساوه الضامها منين؟ لا تحطنا على بالك، حطنا على النار. الله. وقل الروح بالله لوين تردين، يا حال اشبه بحال الشالة الناس، وبغربته وياه قال لك صاحبك زين. هسه هذا غزل عتب ما اعرف. غزل وعتب وفراغ. أنا الأدري على أستاذ محمد هذا الجمال وهاي الروحية الترفة والإحساس العالي بالشعر. وايد غزلت بيه حسين. والله عمي كأنك. لذلك اليوم راح نصير شلون تقول، راح اجامل اليوم بخاطرك. راح اجامل هواي. عندنا بهذا البارت هي قصيدة الموقف. نعم. محمد شنو عنده اليوم موقف ومترجمه بنص؟ يعني انا مشكله عندي انه اتمنى اقعد يوم العيد القى امي حتى اعايدها. الله. يعني انا الوحيد اللي عايد امه ثاني يوم العيد. هذا الحزن الجنوب تروح تعايد والده بالمقبره. الله. هذا الوفاء الله العظيم الله اللي قلب هذا الزمان. والله صح. فعشت يعني سالتها قلت لها انا اريد يوم اعايدك، يعني مو كافي؟ فقالت لي من ما تشيلني رجليه تلقانا اول يوم العيد. كتبت القصيده تقول عيد الناس يفرق من يجي العيد، وبورد يستقبلونه وطيب خاطر. نعم. تصعيد امه يكسر خاطر العيد من تخبج حزينه على المقابر. الله. وفاها القبر ابوي بكبر الجبال. وفاها قبر ابوي بكبر الجبال، تسولف له التعب وهموم العيال، ما تعرف تضم شي عنه وتخاف شو تقدم عذر من يدري باكر. الله. بكثر عطر البخور محمل عتاب، بكثر ماي الورد دمعات هتطيح، تنسى التعب والهم والمسافات وتجيب دمعة حزينة مسابقة الريح. الله. الأمانة تقول له صاروا مثل الرماد، كل واحد صفى بديره من الأولاد. ولا على المعايدوها من نجا العيد تعاتبهم، تريد تكون حاضر تضم نص السوالف بين الضلوع، وتقول له صار منهم ما له داعي، نص تبدي حزن ويرشة الماي والمضموم يطلع بالنواعي. اي والله. تخاف عليه بقبره تريده يرتاح، تقول له العوض بالله والنسر راح. على المعايدوها من نجا العيد تعاتبهم، تريد تكون حاضر عباتك خلق عندها ينوم الليل، الترافة البيج منها تغار الورود، انا ما بين هاي وهاي محتار، النهار ايش عنده بين هدومك السود. الله. انا ما بين هاي وهاي محتار، النهار ايش عنده بين هدومك السود، يا شيبك مال جيل وجيل متعوب،
الخضار بعينهم ينشاف بارود. أي والله. سامرت الفشق والضيم والعوز وكرمت بوقت باب الخير مسدود. الله. يا حضنك من قدرة تخلص الناس، حضنك ديرة خضرة وما لها حدود. يا حضنك الله يا حضنك من قدرة تخلص الناس، يا حضنك ديرة خضرة وما لها حدود. تقرين على راسي وحيرت تنام، الله. ورغم شدة السمار وقلت محسود. نخيت وقلت راح يلوحني الغيم عالية، نخيتي وقلت راح يلوحني الغيم. وشد النخل ظهره بسعفة الزود، وابوي وربعه ذبوها المناشير. وجو البرد حتى يصير هادود. عسى سليمان صبرك والسما وياك، ويحبك ما يمسك من يجي الدود. عسى سليمان صبرك والسما وياك، اي والله. ويحبك ما يمسك من يجي الدود. ايش حكيت ليوسف وما خاف بالبير؟ الله. ايش حكيت ليوسف وما خاف بالبير؟ وعلك صبرك بزنده الهسه مسدود. تجاعيدك مثل ضحكات عرسان، الفرحهم حلم يم كل سالفه يزول. الله. يا حضنك كنا معبد وانا قديس. يبيك القربة لله شلون ما اعود. الله. يبيك القربة لله انا اصفق لك. الله 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 الله. صالح حسين انت مبدع. الله. تراني على الف رحمه على روح ابوك. الله يحفظك. واللهم يحفظ الحجيه ويطيل في عمرها. الله يحفظك. بيت او صديقة الشعراء. ها والله صديقة الشعراء يعني فترة من الفترات أنا صار خلاف بينه وبين رفعت الصافي. تحياتنا لأبو الجنة سيدنا والنعم منه. تعرف هو أنفة وأنا أنفة وماكو. فأجي ألقى يم أمي، الله. يمها موجودين. على طار الأنفة، أحس ما يعجبك العجب يعني. لا بالعكس، بالعكس مرات أشوفك يعني. بالعكس أستاذ حسين، تعرف أنا راح أحكي لك قضية. أنا عالجت مرحلة من المراحل الشعر الشعبي. نعم. كان الشعراء يخافون من رأيهم، يسوون صفحات وهمية ويحشون رأيهم. وبعد حلقتي اللي قلت كنت بيها حاد، وأكثر من مرة قالوا كنت بيها حاد. نعم. الشعراء قاموا يطلعون بالتلفزيون يحشون رأيهم بصراحة، كانوا يخافون. أنت تعرف يعني شاعر له جمهوره، يعني صح. ما تقدر تجرد الناس من ذوقها. والله صح. بس انت ايش عندك؟ انا ما قلت على واحد مو شاعر حسين، ولا راح اقول ما جرده من شاعريته، بس اكو موطن خطأ نحاول نخلي ايدنا عليه ونصححه بكل نعم. مكان. وانا اتمنى حسين يكون مرآتي ويقول الاستاذ محمد مو صحيح. هنا اكو خطأ لازم نصححه. لان ليش؟ لان قلت لك ما عندنا نقاط. والله صح. حتى بالعامية يقول المؤمن مرآة المؤمن، واحنا خيوة. زين. الرحمة والغفران للراحل الكبير الشاعر خضير هادي. ايش يعني لك خضير هادي؟ الله ابو حيدر، يعني انا بعد وفاة خضير هادي رحمة الله عليه حسيت بذنب، كنت قاسي جدا عليه، رغم انه هو ايضا قاسي بالطرح وانا كنت قاسي جدا عليه. فاتصل بي علي نجم، انا كان عندي مهرجان بصره لاحد، تحياتنا له. علاوي. قال لي موجود بالفندق بابل اللي يريد يشوفك. يعني هو كان معجب بطرحي، بس قال شويه بيحده. ورحت له؟ لا كنت بعيد، وهذا اللي تعبني هواي اذاني. فاشوف هذا الكم من الحنين اللي بداخله. يعني اخر برنامج شفته له ما اعرف عليها قناه، كان عنده حنين الف رحمه على كبير. يعني اقرا هاي الابيات اللي كلش احبها. انا هواي حافظ الخضير يعني من تانيتكم وغيرها، بس اللي حبه له يقول يا جناز فدوى ارجوك مر بي، حطر لي الجسر حطنا على قدر الياس اريد ارتاح لي شويه. هذا الكم من الحنين البلده كان مرتك وحاكي له الرحمه والمغفره روحك. وانا اسف جدا يعني، لكن هو كان كلامي رد فعل لفعل. نعم. خضير هذا اسم كبير اكيد، تاريخ اكيد، ورجل سبقني. وانا ضد الشاعر اللي يكون حاد مع الشعراء اللي سبقوه، لان سقراط يقول انا بنيت مجدي على الاجيال التي سبقتني. هاي الاجيال وخضير هذا وغيره لو ما اجيال معطاء احنا ما وصلنا اليوم نكون موجودين انا وانت بهذا المكان. شكرا لك. شكرا لك. والرحمه والغفران لشاعرنا الكبير
الراحل خضير هادي. فاصل نروح حتى جوز تدخن لان ذكرناك بعزيز. الله يحفظك. أحبة المشاهدين فاصل وراجع لكم. أحبة المشاهدين رجعنا وياكم من بعد الفاصل مع المهم والممتع أستاذ محمد رشيد. حبيبي استاذ حسين، انت يا أخي شبارتي الأول هيك بسرعة راح ومضى قبل. انت سلس. فاحنا نطلب من أستاذ عباس أن شوي يزودنا بهذا البارت. اقول لك شغله، يعني انا دائما من اريد اروح اللقاء اي نعم احضر واخاف من رايي اقوله يجرح الاخرين. فاليوم لا، اجيت استرخي. كل الهلا بيك. شوف سلاستك وحلاوتك. والله العظيم يعني فرحتني واسعدتني وتشرفت بوجودك وياي. وثاني شيء انا ضد الشاعر اللي يكون مقدم برامج. ليش؟ لان يمارس عدائيته مع اقرانه. لكن انت وبعض الشعراء غيرتوا نظرتي بهذا الموضوع. فدوة. ضروري يكون الشاعر مقدم برامج حتى ينصف الشعراء. شكرا لك والله. ومن خلالك اوجه رساله، احنا مقصرين جدا مع الشعراء الشباب. ان شاء الله القادم نوجه عليهم الضوء ان شاء الله. اكو كم كبير من الشعراء. نعم. والعلاقات راي هم تولي الضغط. صح. يعني هم يكون لهم فد اي والله. لكن احنا قريبين من عندنا كثيرين، بين ما ناخذهم يراد لنا فتره طويله. صح. شويه نحاول يعني نطعمها. ولا تنسى الشعراء جدا هواي يا اخي هواي. يعني تعرف الصين مليار وما اعرف ايش قد. الشعراء اكثر، بيهم 100 شاعر الا العراق. يعني احنا 40 مليون. اي يمكن مليون مو شاعر. يعني تعرف 39 شاعر. 39,000 مليون. العفو 39 مليون شاعر. نعم. نسمع ناس امهاتنا الشعارات. والله صح. امهاتنا. نعم شعارات. الشعراء هذا الحزن الجنوبي هذا مو شعر؟ والله صح. لا عم شعر. لا شعراء. نسمع شيء يعني يفرفشنا. يا قراءة قصيدة وجدانية يعني. نعم. قصائد الحديثة اللي أحبها. يقول يا وصفة كلها تغيرت والجفن كاره رمشة. يا وصفة كلها تغيرت والجفن كاره رمشة وصارت الدنيا بلا ملح. وللما يغزر بيه هو تعمدت شفهة فرشة. الله. ما أعرف إيش مال الوقت ابن الصهلي واش تم الهوى عايش أيام الوحشة. الله. ما أعرف إيش مال الوقت ابن الصهلي واش تم الهوى خايف وعايش أيام الوحشة. ابن الصهلي واش تم الهوى وعايش أيام الوحشة. خايف من أيام تجي سير، خايف من أيام تجي من الموت ما نلقى كتف كل من يحير ابن عشر. الله. وهم سير علي القلق تال الليل وهم رديت أفكر وأسهر وأتعب. نعم. شنو أنت كهف يا قلب مظلم ليش؟ شنو مسكون شو موحش وما تنطب؟ صوتك طيبتك أذلتك لعبت بيك. أي والله. يا الأبيض معشرك هالوقت ما ينحب، حتى النار هم تعرف وتندل زين لذلك تلقى موقد كل وقت يلهب. الله. بس الماي هلي بوجه اللي يقبلون مثل غربة الدلة ببيئته تتغرب. اي والله. بس الماي هلي بوجه اللي يقبلون مثل غربة الدلة ببيئته تتغرب. خربت من شفت حاجات اللي يموتون العزيزة ومو عزيزة من الصبح تنذب. خربت من شفت حاجات اللي يموتون العزيزة ومو عزيزة من الصبح تنذب. المصيبة تلوح حتى الماجهة بديوان إذا يسمع ببت من السلف تنهب. أي والله. أنا الطيب تتسير قبل ما ألقاه. الله. أنا الطيب تتسير قبل ما ألقاه. كفر خدي يعيش بدمعته مخضر. الله. كفر خدي يعيش الله 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 والنعم منك يا حبيبي أستاذ حسين. الابتعاد على الوسط يأثر على الشاعرية؟ طبعا طبعا. يعني يأثر على شاعريته من أكيد احتكاك. لازم الاحتكاك ضروري. صح. وأنت شلون مش اللي يشدك للكتابة من تسمع حسين يكتب أبيات لطيفة وجميلة. صح. يصير عندك حافز. هسه نزار قباني نعم رحمة الله عليه يقول لا نعرف الشعر بأي وقت ينزل وبأي شيء يأتي كنزول الوحي. بس ايش يحتاج الاحتكاك. صح. يخلي البعد يخلي عندك فتور. نعم. انت شلون تبدع؟ من تسمع المبدع تجاريه. بس اكو بيت لهاب انا احبه كلش. شو يقول؟ إيهاب المالكي تحياتنا لأبو حيدر. يقول حلاتك مو سهل كل ما تشح تنهار. الله. لا انت تخاف؟ اي
خايف تجين بوقت تلقاني بسطار، ومن تقعد المقبرة ما تسمع أخباري. وروحي صفت بس رحت دمعات مطروحة، وزعلك بالحكي ظل ياكل بروحه. الله. أمنية عندك ما تحققت؟ الأمانة كثيرة. نعم. اي يعني وكأنما خلقت بعض أحلامنا احنا كشعراء. صح. حتى تموت ويانا. أمنيتك بهاي السنة؟ عند أمنية بهاي السنة أعرف شلون أحوالها. ها. ويا عيد هلبة منتج تخلينا مر ببالها. الله الله. العام المضى شال السواد اللي بالشعر، بس ذكرياتك والصور من بالها بد ما شالها عمي. افرح واطير من الفرح من نسمع كانت لي. اي فرحته يلمو مالها، الترست صفنت وسافرت، ترسوا البيت عيالها. الله. عندنا فقرة بهذا البارت هي بس تعالوا. اليوم محمد المن يقول بس تعالوا. يعني هواي اشياء خسرناها بحياتنا. صح. واكبر الخسارات من تخسر لك انسان انت تعيش من اجله. الله. بسبب مرات يكون بسبب ظروف، بسبب انفه. قلت لك مشكله احنا الشعراء يقولون علينا مثل الجو، تارة ممطر وتارة صافي. صح. فهم مزاجيين، هاي المزاجيه اللي عندنا خسرتنا هواي ناس. صح. ايش قلت؟ يقول جون هواي بس ما غزروا بي، بس انت العفت ذكراك بدنا نروح تركي. هنا يقولون خليها بدنا تركي. نعم. جون هواي بس ما غزروا بي، يا بس انت العفت ذكراك بدنا نروح تركيا. رادوا كلمة قلت هواي، وانت نروح تطلبها واقول لك سهلة مقضية. مثل ما كنت فرحك مثل ما كنت فرح صباي. نعم. ظل الكبر عوجي من ما القاك اعرف ايش رايد تقول، ويلي يدور بخيالك فكري يندار. إيه؟ انا ما ضام عنك حتى الاحلام، وانت الشوق عندك حاس باسرار. الله. من ما القاك اعرف ايش رايد تقول، ويلي يدور بخيالك فكري يندار. انا ما ضام عنك حتى الاحلام، وانت الشوق عندك حاس باسرار. على كتاف لهس احلامك تنام. الله. شربا دم صفنت وصارن كبار. اعرف صعبه يرهم غيره وياك ورقه، وحضن غيري يصير لك نار. اعمى وخذت جد من بابك الروح، ويلحاسبت خلق حساب خطار. منهدها وشوق ماتوا ولا طرواك، ومر في بالي شلتك شيل بسمار. رغم عشك لها هسه بقلبي موجود، وخيط العنكبوت وفتحة الغار. رغم عشك لها هسه بقلبي موجود، وخيط العنكبوت وفتحة الغار. وغيرك من نجا وحسوك موجود، لأن خليت صوتك خيط تذكار. بعرق بالك هواي الهسه مدفون. جميل. يا رفضك سيف بس بمنحرك صار. يا تهدر دمي واتعنى لك بسيف، وتوسلك هل تاخذ الثار. جذع يبس افراقك هيك ظليت، يكتب ذكرى بي العالدرب ما. الله الله. يكتب ذكرى بي العالدرب ما. الله. استاذ حسين الله يحفظك حبيبي. الله يكون بعونك. الله يحفظك. سؤال ما لقيت له جواب ابد. يعني مشكله هذا السؤال اللي ما لقيت له جواب. ايه. انا يعني تزوجت عن كبر، عندي ولد وبنيه. عندي ولد وهب ان شاء الله. الولد وهب العفو، والبنيه ذهب. الله الله على الاسماء الحلوه. وهب وذهب. ايه فوهب يعني عمره 5 سنوات. هذا يعني لازم تنزل المستوى وتحاكي اكيد حتى يفتهمك. اكيد. فسألني قلت ليش ما عندك ابو مثل ما انا عندي اب؟ فمثل ما يعني الدمعه بدت تسابق الكلام هاك الوقت، فابتعدت عنه فكتبت قصيده. صغير واشبع بكي الا انت تشبقني. الله. حودانا هسه ابو والبويه تخنقني. صغير واشبع بكي الا انت تشبقني. عودانا هسه ابو والبويه تخنقني. كنت اتعب القى حضن بينشرح صدري. الله. بجالك مأمن كنت وبكل شي ما ادري. ايوه والله. كنت العب ويا الهوى، بس بويا ما قالوا متى توالى الكبر. كنت العب ويا الهوى،
بس بويا قالوا متى توان الكبر دقن من الزتة للمقبرة تعرف شنو النعمة. اي والله. الشالك لحد ما تعب خاطر تشيل اسمه. البيت دون القبر ظلينا لما رحت كل من حضر نجمه. الله محمد. من الزتة للمقبرة تعرف شنو النعمة. الشالك لحد ما تعب خاطر تشيل اسمه. البيت دون القبر ظلينا لما رحت كل من حضر نجمه. فارغ مكانك بقى ما ينسد بواحد. لا والله ما ينسد. هنا يروح قبل كان الفرح قاعدي مو مال اقوم بتعب. شي يريد مني الوقت عالضحكه لاحقني. من رحت ويا الصور من ركتف بدمعي. ما علمتني الضعف والشكوى مو طبعي. الله. بس ياهو يسأل بعد من اتأخر وانشغل فد يوم ويا ربعي. والبيت دونك صفى خيمة بوسط صحراء. لا يفرح من المطار لا يفرح من الشمس ولا يتعب بمطر. يا ماي هسه وقبل ذكراك قلش عجب كل ساعة يحرقني. بهذا الزمان الصعب يراد لك خيمة. اي والله. والدنيا صارت هفش وكل من وضيمة. من يصير عندك قصر وما بي ملامح وبتحس روحك بين. الله الله الله. بقد ما نطرتك قبل بويا وما جيت. لا شلون هاي؟ بهذا الزمان الصعب يراد لك خيمة. والدنيا صارت أفش وكل من وضيمة. من يصير عندك قصر وما بي ملامح وبتحس روحك بهيمة. بقد ما نطرتك قبل بويا وما جيت. بقد ما شفت منك حنان وقسوة. يا في عمرنا الما يصح مثله فياي مشتاق لك. يا بيتنا البينو وبقد ما نطرتك كنت ارسمك على القاع. وامسح واقول العالي يتعب جو. الله. يا هيبتي ويا رايت من تنشال الدنيا بكبرها تقل لي عافيه وتقوى. اي والله. من دونك اسمي يظل نقص بي واحتار. حاير خلافك حاسه وما يسوى. كأنك القمقم خشات الموقد بيك. الله. عايش حالاتك بس احسك قهوه يا صاحب الما مره زعلان وياي. الله الله. من تشتري يبين سند بس هو. الله. احنا ما نعرف يعني. الله يكون بعونك ويجبر خاطرك. والصراحة يعني احنا لبهاتنا عايشة ألمتنا. نروح فاصل حتى نجيب لك منديل. أحبة المشاهدين فاصل وراجع لكم. أحبة المشاهدين رجعنا وياكم من بعد الفاصل وهذا بارت الأخير مع النجم والمبدع محمد رشيد. بدول عيونك استاذ حسين. انت نجم وانت مبدع. الله يعزك. شوفنا على شاكل. احنا بعد ما ختمنا بارت الثانية بقصيدة مؤلمة جدا. انتابني سؤال. انت مع فكرة كل شيء تعوض؟ شيء عوض. هواي اشياء راحت ما عوضت اشياء. حتى البيت يقول مو قلت لك. نعم. فارغ مكانك بقى. كل ناس مكانهم ما ينسى. الدنيا باكملها ما صار. والله صح. اي تعوض. محمد انت من يا جيل؟ انا من جيل ذهبي. والله عمي ذهبي. جيل كلهم مبدعين مثقفين. يعني اغلبهم اساتذه اغلبهم مقدمي برامج. نعم. من جيل رفعت الصافي علي خلف تحسين علي صباح العتابي علي نجم. يعني هاي الشعراء القريبين من رائد ابو فتيان. يعني احنا كنا انطلقنا من مسابقة السومرية نجوم الشعر. نعم. اللي كانت 2007 هي منها بدت انطلاقتنا. يعني صح. الناس عرفتنا من خلالها. حلو. نسمع نص بدخولية هذا البارت. ترس خلقي الحكي ما سولفت للناس. واحس بسوالفك من تنو تحكيها. عطر غير من اشمه بجلدك اشبع موت. الله. بقنع روحك قلها ظنون عديها واحضن صورتك. بس احس حضنك نار واحس لهفة اشواق تشتعل بيها واشمك والنفس يدخل بصدر رماح. شي ليلتك ويا الغير قاضي. الله. انوي النظرة لك والغيرك عم الشوف. وحق الوفا لغيرك ما مسويها. لمن حسيت غربة بحضنك تخليت عن كل الأحلام كنت بانيها.
بس عوضني رب بوطن وتناسيت. جميل. غربت بعشرتك والملح ناسيها، بدا يبني لي عشباقته جفوف الريح، ما تعوض السمش ما عشت بيها، ينسين الجروح وقلبك البيناس، وترافت روحه خد الندى تشويها، قلبك كان صحرا منين ما مريت، الله. وروح الورد كان سنين ناسيها. نعم. اجا حول لي خلق الواحة مال ورود، بنال بروح الجنة الحلمة طبيها، يا روحه مثل ظلي، يا روحه مثل ظل وياي احسها تعيش، حية روحه قبل لا تحت رجليها. الله. يا روحه مثل ظل وياي احسها تعيش، حية روحه قبل لا تحت رجليها، ولم بسوالفه وعد روحه كانها اطفال، واذا تبرد بخلق الدافة غطيها، طبع بي الوفا وما خنت خاين يوم. الله. وفي وعشرة منعشق ينحلف بيها، نعم منك. العجاف انتهت بي ورد خضار الروح، ويام القحط ما جي طاري. الله الله الله. يعني مو بس قميصك حتى روحك خضرة. اي الامام علي سلام الله عليه يقول اذا اخضرت نفوس قوم اخضرت ديارهم. الله. صلى الله. شكرا لك على هذا الابداع. مشبهينك بشاعر، انا هسه حاليا مشبهك بشاعر نسخه. منو؟ تحياتنا للشعراء الغربيه، الشاعر احمد صباح. اي شبهك تماما. والله صحيح تماما صحيح. ومره يعني احمد هواي بيشبه مني. خبل احمد. مره بالمقبره رحت ازور علي رحمه الله على روحه. نعم. علي فريداوي. رحمه الله على روحه. فانا تعرف كنت واقف يم القاف، فجت مره قالت لي خال اخوك؟ قلت ايه. الله. بالوسط وهذا علي كانوا يشبهوني. صح. زين انت ما مليت؟ ما مليت من العتب على الماشي، ما مليت. ما مليت وحدك دمعة البسكوت، خليهم يذكرونك المو زينات، يذكرون المحاسن باكر من تموت. الله. ما عزت عليهم عشرتك والزاد عزيز الصيد من يشيلك التابوت. اي والله. الله الله. زين انت ايش وداك للغربة؟ للغربة ماشي هناك ادور وطن، وبطيب قلبه هواية حصل عرف. الله الله. من استثقلونك كنت اظنهم سند، قلت امشي حتى الباقي لا تختلف. الله الله. للغربة ماشي هناك ادور وطن، دور وطن، وبطيب قلبه هواية حصل عرف. من استثقلونك كنت اظنهم سند، قلت امشي حتى الباقي لا تختلف. ما كلفتهم دمعة من سافرت، بجنازته ما كلفتهم كتف. الله الله الله. آخر مرة ضحكت بيها؟ اي ضحكت طالع، ضحكت هواي حد ما دمعت عيني لمن قالوا لي مشتاقة. ضحكت هواي حد ما دمعت عيني لمن قالوا لي مشتاقة، وطولت بضحكت هواي من قلتي لهم حنيت لو ندمانة لفراقه. خلينا ابقى مثل العاف حلمه وسامح الباقي. خلينا ابقى مثل العاف حلمه وسامح الباقي. يا روح بعد كافة على الدمعة خذوا حنية الناقة. الله يطيحك بواحد بارد تكون بشواقه، ويكرهك بجيت الليل، ويضوق عيونك تكون شكو دمعات حراقة. الله الله. الله يطيحك بواحد بارد تكون بشواقه. ابو وهب، هاي القامات تحب نص ساعة تقعد ويا من الرحلة ومن الكبار؟ هاي نص ساعة ويا من تحب؟ يعني أنا الكل قعدت وياهم، يعني باستثناء الكبير. يعني هسه اعطيني شخص هسه حاليا تحب يرجع وتقعد وياه نص ساعة. هو يعني كان قريب الروح، عزيز علي، يعني أنا السيد قرب. الله. اتصل بي، أنا كنت ما عندي رقمه، فاتصل بي أبو حسنين الرباعي قال لي أخذ رقمك، فقلت له معقولة؟ كان عندي لقاء بالفرات، فاتصل بي فقعدت على الرصيف. الله يشهد يا حسين هسه اتذكر، قلت له تقدر تحكي وياي شويه؟ قال لي ليش؟ قلت له بدي استوعب انت متصل بي. الله الله. يعني انا صغير واجيب ديوانه، فابوي يقول لي هذا ما تقدر تستوعب، هذا كبير، اسم كبير. شوف التواضع. فقلت له وين يعني؟ قلت له هاي وين واليوم وين؟ فقلت له تمنيت والده موجود ويشوفك متصل بي. محمد انت انسان حقيقي، بحيث الموقف تسولفه مثل ما هو، لا تضيف له ولا تحذف منه. بالعكس اريد الله يعلي شانك اكثر. وصلنا وياك لفقرة العلم العراقي، هذا فخرنا ورمزنا. الله. شنو يعني لك العلم وشنو محضر له اليوم؟ ما اعرف.
عليتني ونزلت وجه الشمس. عليتني ونزلت وجه الشمس، والقمر ظل ينباب احس ينحني، بخد دجله بعد الليل شابع سهر. الله. وينام من يسمع عزف موطني. جميل. بغيرة القاع الفجرة وما دروا وش ما هدموا لحظة وترد تنبني. الله الله. طعم الهوى ببغداد احس يختلف، شايل احساس جبال ما تنثني، قد فجروا بس كل شي ما غيروا. والله صح. بالشمس تطلع كل شي ما يبقى ثر، عندنا زلم شالوا خوذهم حرز، وبعيونهم ذبلوا وجه السهر. بيريتك مأمن وغاف النسر. الله. بيريتك مأمن وغاف النسر، الشايل شعارك على الدنيا افتخر، بفضلك نثرنا على الشوارع عشق. جميل. واحلامنا ندقها على بابك صور، الموت ارحم من الغربة يا موطني. اخفى بوطن بيريح لم وعبر، وبيتعب ابوي وضيم ذاك الوقت، مني ناغ دجله وهو محن الظهر. الله. وبذكريات الصبا وفي خاطري، وجنسيتي بي واسمع لصخر انحفر. لحد هسه اذكر كلمه قالتها لي، لحد هسه اذكر كلمه قالتها لي. شني؟ هو ابن دجله العافها وما صبر. الله. من ما يظل حشدا وبرض الوطن، من ما يظل جندي بعد بالوطن، قول انت الارهاب بوقتها انتصر. الله الله. ان شاء الله ما ينتصر بوجود ان شاء الله الهرمات الكبيره، ينتصر على العراق والحشد جيشه وبحشده. نعم احسنت. ولا المقاومين. انا هنيك على هاي القصيده الكبيره. سامع لك قصيده سلام الله على الامام العباس. سلام الله كبيره. هذا البارت بس قصائد ما سولفنا به. والله هاي ولا بنرجع. فدوى لعيونك. اي والله انا يعني من كتاباتي اغلبها للامام العباس. استاهل. جيت من باب يعني الامام الصادق عليه السلام يقول رحم الله عمنا العباس كان عالما فقيها. بعدين انا من قريت انه الامام العباس سلام الله اول معلم قران بذاك الزمن. الله الله الله. فاقرا وانظر السيده زينب وبعدها قصيده تقول الشمس والنار والظلم الرماد البيت. الشمس والنار والظلم الرماد البيت، ما توصل النار بهجمه العسكر. اباوع على الحرم واتذكر العباس اللي على طيحه دموع بلا ندب يحضر، واعثر بالجثث والخلق نسمه وطار، وعلى جثمان اخوت مهدل ويفتر، لو ما عطر نحرك ما عشت لليوم، نهد ما قلت رايح ورق عمر اصفر. الله. اختصروا لي الحكي عنك بجربه وسيف. جميل. ووفى بساعة حرب محتاج الخوة، كتبوا وسولفوا عن 12 معصوم، صلوا دعوا ربهم عملوا بتقوى، كتبوا وسولفوا اختصروا لي الحكي نعم عنك بجربه وسيف، ووفى بساعة حرب محتاج الخوة، كتبوا وسولفوا عن 12 معصوم، صلوا ودعوا ربهم عملوا بتقوى، قالوا عن علي كان النهار يروح خاطر يدعي ربه بدمعه يتشوه، وقالوا عن الحسن يكرم بلا حساب واذا يدعي اسم الله تنام للدعوه. بس عباس لمك ليش من يحجون كتل 100 ذبحهم خلصت الذروه. الله. عن علمك ابد ما سولفوا للناس بصلاه الليل ابد ما قالوا السهو. عن علمك ابد ما سولفوا للناس بصلاه الليل ابد ما قالوا السهو. استحى يناموا صلاه الفجر يم الباب تجيب لهفة مفارق يما تتشوى، يا من زغرب فاضل صاحب القرآن الله. ويواسي الليل كله بآدم وحواء، يصب دم على من يوصل فعل قابيل، يستغرب عجب ما شالت النخوة. الله. يصب دم على من يوصل فعل قابيل. جميل. ويستغرب عجب ما شالت النخوة. امنهتها وحلف يوفي الخوة العباس، وفل زينب قبل لا يعتل الصهوة. الله. وإلا شمعنا حرقوا خيمة الحوراء. نعم. من طاح ابو فاضل كبرة البلوى، لأن طاح الشرع على المشرع مذبوح، بساعتها الديانة تحولت نزوة. الله 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 الله. لو هيك الحكي فدوى العيون، لو فدوى العيون. ايوه الله. الله يسلمك حبيبي. قصيدة نسأل الله بميزان حسناتك ان شاء الله وتؤجر عليها من فضل العباس. الله يسلمك يا حبيبي. اريد فد نصيحة من جنابك للشباب المبتدئين
شنو يهتمون بادواتهم حتى مثل ما يقول؟ لان احنا بما انه سابقهم تجارب حتى يعني مثل ما يقول يستفادون منك. انا اتعلم منهم، يعني النصيحه لهم ان يتعلمون. الاكتفاء نعم. يظن ان اكتفى نعم راح يقتل ابداعه ويقتل شاعريته. خليه صح. يتعلم، صح، خليه يحترم الاجيال اللي سبقته، حتى الاجيال اللي راح تجي بعده تحترمه. هاي النصيحه لي. الانتماء يعني انا اتمنى ينتمون لجمعيه الشعراء الشعبيه، رغم انه هواي اكو هفوات وثغرات، لكن انا اكره الشعر بلا هويه. لازم يكون، حكايتك حلوه. لازم ينتمي لجمعيه الشعراء الشعبيه. جنابك منتمي؟ طبعا من 2000 بعد السومريه، لان هو رئيس اللجنه، كان رئيس الاتحاد. نعم. جبار فرحان تحياتنا له. نعم تحياتنا. فاحنا هاي الاسماء ما تعرف اختبرونا بالجو. زين هذا الاختبار بالجو تعب حسين، يعني انت استاذ حسين العفو، شلون انا هسه راح مثلا يطلب مني قصيده اكملها، مو مثل ما من يطلب مني واحد بالتليفون ويريد مني باكر اكملها. صح. قدام الجمهور وناسي، وخاف تصير ثغره وخاف تصير هفوة. يحفزك اكثر. اي ناحف والله صح. فلذلك المسابقه هاي كنا صنعتنا شعراء، وانتزعت منا الخوف من بهذا اليوم. وبعد شو تقول لهم؟ يعني يحبون نفسهم بس مو بهذا الكم. ها. اي ذكرت شاعر قبل شويه بعد ضوء الاعلام ما مسلط عليه. حسام سعيد طبعا للامانه. تحياتنا له. استاذ حسين اكو شاعر بالكويت يمكن انت تعرفه، احمد سعيد. اي احمد سعيد شاعر رائع، وحسام سعيد. شوف هم اثنينهم سعيد. نعم نعم. احمد سعيد ابو الكوت يقول عضيت صبعي ندم، بس انا مو للندم عضيت ابهامي. ها. بس ردت اشوف انصدق لي هسه جوا الجلد متواجده عظامي. الله. رايد وصف حالتي فرتين يفتر علي بفراقك احزامي. اي زين هذا يقول وارقب غصن هجرك انا ظليت. حسام سعيد. حسام نعم. ما هزتني ريحه تهزني شمات، تجاعيد على وجه الماء خليت كثر ما عجر في ذبيت حسرات. الله. انا يعني هذا غيب من فيض شعراء. نعم. تحياتنا لهم، وان شاء الله انا وامثالي من المقدمين ان شاء الله ننصفهم. احنا البارت اشرف على الانتهاء وما حسنا بالوقت وياك لعذوبه كلامك وابداعك. احنا عندنا فقره اخيره بهذا البارت تترك دارمي، واحنا ما سمعنا اليوم لا ابو ذيات. قلت لك خلطنا السوالف. ابو ذيه عباس، ابو ذيتين، ونروح للدارمي. يا الله. يقول ما ظل واحد من الناس ما لام بيه، ويلا نعيش للروح ما لام. الله الله. هل لكم بس سواد الليل ما لم تجون على النجف يمشون. الله عمرك طويل ان شاء الله. يقول لها نياب بضلوع سنة لها وبسيطة ما قدرت لها سنولة. الله الله. شلون؟ لها نياب بضلوع سنة لها وبسيطة ما قدرت لها سأنولها. جروح شفاك ما كان هسنة لها تقول من القماط تعيش بيه. الله الله الله. تترك دارمي للضيف بعدك وتقرا لنا اياه. فدوى العيون استاذ حسين. يقول كل ساعة روح تريد. شلون؟ كل ساعة روح تريد تنشط ظناها، وين الله كون يقول مات الخذاها. الله. شكرا لك. خلي كلمة أخيرة لناسك أستاذ محمد. حقيقة أنا سعيد اليوم أكون ضيف بهذا البرنامج، وأتمنى أكون خفيف الظل عليكم. حلقة راح تكون مميزة، وجود مقدم رائع وهيك. شكرا لك. شكرا لكم متابعينا الأفاضل. إن شاء الله نلتقيكم مع ضيف ونجم آخر. أخوكم بالإعداد والتقديم حسين الزهيري، في أمان الله.